بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا على ثقتكم وعلى تواصلكم. أولا وقبل كل شيء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سفركم سفر طاعة وقربا من الله سبحانه وتعالى. السفر سمي بالسفر لأنه يسفر عن العيوب، والسفر كشاف، يعني يكشف عن معادن الناس. كيبان اللي فيه التضحية، كيبان اللي فيه الغفلة، كيبان اللي فيه الكسل، كيبان المجتهد، كيبان المنفق، كيبان البخيل، كيبان المتعاون، وتيبان المتهاون. والسفر فيه الكثير من المنافع: اكتشاف، اتساع رقعة المعرفة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يعيش واحد اللحظة ممتعة مع وليداته مع أهله، وكيقطف واحد الساعات كتكون هادفة كيتعبد بها الله سبحانه وتعالى، كيحافظ فيها على صلاته، كيحاول ينفس فيها ويستجم فيها ويسترخى فيها ويتخلى على ديك الضغوط والتوترات اللي كتكون داخل المدينة، وكيحاول يتجاوز هذيك الرتابة والسآمة والملل اللي تيكون في البيت. السفر يعني الإنسان تيحاول قدر الإمكان يخرج على العادة ديالو اليومية في الحياة. آداب السفر: أولها النية. شنو النية ديال السفر ديالنا؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. خص تكون عندنا نية، وعلى قدر النوايا تأتي العطايا. يعني الإنسان يكثر النوايا، ما يديرش وحدة. كنسافر باش نشوف البلدان ونكتشف هذا الكون ديال سيدي ربي، كنسافر باش ننفس ونستجم ونرتاح، كنسافر باش ندعي إلى الله، كنسافر باش نسير الرحيم مع خوتي المؤمنين، كنسافر باش نكرم الأهل والوليدات يستحقوا الإكرام والإحسان، وكنسافر. المهم الإنسان يكثر النوايا باش تجي إن شاء الله العطايا. إنما الأعمال بالنيات. ثانيا كنكتبوا البرنامج ديال السفر، ما كنسافروش عشوائيين، كيكون واحد البرنامج في السفر. علاش مسافرين؟ أنا كندير مع ولادي سنين. علاش مسافرين وعلاش اختارينا هذيك المنطقة بالضبط؟ الشمال ماشي الجنوب، ولا الشرق ماشي الغرب. وهذا السفر شنو البرنامج ديالو؟ واش ترفيهي، واش تثقيفي، واش سياحي، والسفر ديال التعلم والمعرفة، والسفر ديال الزيارات واللقاءات. اذا هنا ولا نجمعوا كل شيء كاع، علاش لا؟ الا وفقنا سيدي ربي نجمعوا كل شيء في ذاك السفر، يكون فيه الترفيه، وتكون فيه السباحة، ويكون فيه السياحة، وتكون فيه اللقاءات والمجالسة والمؤانسة، يكون سفر متنوع. اذا هذه النية. مسألة أخرى البرنامج قلنا ديال السفر. الأدب الثالث كتابة الوصية. الإنسان اللي عنده شي ديون ولا عنده شي تجارة ولا عنده شي ترتيب كيقادو عاد كيمشي، ماشي يجي ويسافر. رابعا من الآداب الإخبار. إلا عندك شي نساب ولا الوالدين ولا شي واحد حاضر لك الدار، ولا المهم شي واحد اللي كتعرفه يتقلق، أو صديق مقرب، أو إلا كنتي كطلب العلم من الشيخ ديالك، هادو العلماء تيقول لك لا يجوز تسافر بلا ما تاخذ الإذن من عندهم، تستأذنهم وتدعي معهم وعاد تمشي. ضروري من الإخبار. من الآداب كذلك ديال السفر أن الإنسان في المسير تيدير الدعاء ديال الركوب، دعاء السفر. لما كيدخل القرية كيدير دعاء القرية، راه كاين هادشي كلشي في حصن المسلم. لما كيكون طالع في الشرفات، يعني في العلوف العقابي، تيكون صاعد تيكبر الله أكبر 3. لما تيكون هابط نازل تيسبح. لما الدابة كتطلع في شي سكوس ولا شي دودانة ولا شي حاجة هكا كتقول بسم الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تعثرت الدابة فسمي الله. إذا هذه كلها من الآداب الشرعية ديال السفر. إضافة إلى الجمع والقصر في الصلاة، أن الإنسان إذا كان مسافر خاصو يجمع ويقصر، يجلس 3 أيام، يجلس 4 أيام، 5 أيام، ما كيهمناش. إلا الجمعات يقول لك العلماء إلا خفتي على القلب ديالك وخفتي الضيق
وخفتي مثلا الايمان يهبط، سير صلي الجمعه. الا كان شي خطيب خاصه مفواه ولا من العلماء مشهور، سير صلي معاه، ما كاين باس. الا كانت شي جمعه عاديه ممكن تفاداها، انت في سفر كتولي تصلي الصبح في الوقت، الظهر العصر جمعا جوج تقديم ولا تاخير، والمغرب والعشاء جمعا تقديم ولا تاخير 3 والعشاء 2. من الاداب كذلك ديال السفر انك تحافظ على صلاه الضحى وصلاه الوتر. الوتر ولو ركعه واحده ما يهمش، ولو ركعه واحده، فاتحه وسوره، بحال الوليدات الصغار داكشي يصليوها ركعه. وصلاه الضحى كتبدا من 8:30 حتى ل1، فيها من 2 حتى ل8، بحال الوليدات يصليو غير 2. انسان كبير بغى يصلي اكثر ممتاز. ثم الانسان كينوع داك البرنامج. من الاداب ديال السفر اننا كتكون فيه واحد الرخص، يعني كتكون اناشيد، كتكون مثلا العاب، كيكون مثلا الصهير، ديك الامور كلها اللي كنا كنتعاونوا فيها في الحضر، يعني في الدار، الامور اللي كنا كنزيروا فيها في الدار ولا كنا كنضبطوها بزاف كنرخفوها في السفر، ما كنبقاوش في السفر مزيرين بزاف. يعني السفر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبوا فيه الله، وكانوا يحبوا فيه مثلا الانشاد، كانوا يحبوا فيه التاريخ والحكايات والقصص وكذا. من جهه اخرى من الاداب في السفر اصطحاب الهديه. الى سافر الانسان بوحدو كيجيب للزوجه شي هديه، هذه من السنن ديال السفر. الى معاك الزوجه كتجيب الام ولا الام ديالها، الى معاك كتجيب شي صديق. المهم اصطحاب الهديه كان من الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم انه لا سافر كيجيب الهديه. كذلك من آداب السفر أن الإنسان كيحرص قدر الإمكان يتمتع بواحد الجو ديال الطاعة والخشوع والرهبنة، ما يكونش هذيك الميوعة. بنادم دابا كنشوفوه كيسافر الله يسمح لينا، الموسيقى ولا الجلسات ديال المعصية، النميمة والغيبة، ولا المسلسلات التافهة، ولا يبقى شاد الألعاب الإلكترونية ما يطلقهاش. الإنسان ما تيطلقش التليفون من يديه. هادشي كله كيدخل فيه الشيطان وكيولي لهو ولغو عوض ما يكون عباده وقرب من الله سبحانه وتعالى. كذلك من الامور اللي هي من اداب السفر مراعاه اعراف. الا مشيت للشمال تراعي اعراف الشمال، مشيت عند العروبيه كنراعي اعراف العروبيه، مشيت عند الصحراوه كنراعي اعراف الصحراوه، لا في لباسي ولا في كلامي. وما كنحاولوش نلبسوا شي حاجه اللي مثيره ولا شي حاجه اللي مخالفه للبلد الى غير ذلك. من الامور كذلك من الاداب السفر تعيين واحد الامير هو اللي غيسير السفر، امير السفر، يعني فين غنصليو، فين غناكلو، فين غنعومو، فين غنجلسو، فين غنفيقو. هذا يتعين على الامير تعيينه. كنعينو غالبا الوالد. ملي كتكون الاسره كيكون رب الاسره او واحد الوليد تبارك الله منبه ولا كبير عاقل مزيان تيتكلف بهذه المسؤوليه هذه. مساله اخرى من الاداب ديال السفر تبادل الادوار، تبادل المنافع ديال الاسره. يعني كل واحد تيحاول يغسل الماعن، ما كنبقاش انا ديك رب الاسره ديال رب الاسره ديال الدار. ملي كنخرجوا كنصبان، كنغسل الماعن، كنمشي الصباح نفيق بكري قبل منهم تنهيئ لهم وجبه الافطار. الوليدات كيهيئوا واحد هذا، وحتى ديك الاهل الزوجه كنخرجها من داك الروتين اليومي، ما كنخليهاش دائما تبقى دير نفس الحاجه. من الاداب ديال السفر الدعاء، لان المسافر دعاؤه مستجاب، دعاء مستجاب. ما تضيعوش الادعيه خاصه في اوقات الاستجابه، في السجود، بالاذان والاقامه، عند صياح الديك الى غير ذلك. من الاداب ديال السفر الحفاظ على الاذكار الصباح والمساء، اذكار البيوت الغريبه، لان دابا انت خارج على بيتك الا بغيتي دير الذكر كدير اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حديث خوله بنت حكيم في الصحيح، لن يصيبك مكروه حتى ترحل من ذاك البيت، يعني كتبقى في امان الله وحفظه. من الامور كذلك اللي في الاداب ديال السفر ما كنوتروش بعضياتنا، كنسعاو نرضاو بعضياتنا، ما يكونش توتر، ما نقلقوش بابا لان صايق، ما نقلقوش بابا لان عنده واحد الميزانيه محدوده، ما نمشيوش له فوق الطاقه ديالو، ما نقلقوش ماما بكثره الطلبات، بغينا هادي بغينا هادي بغينا هادي. داكشي ملي تكون في الدار وكلشي متوفر. دابا حنا مسافرين خصنا نراعيو شويه لهاد الظروف، فبالتالي كنكونوا فريق وكنحيو داك روح الفريق.
كنكونوا عايشين بأرواح متفرقة في جسد واحد، عايشين في جسد واحد حنا كاملين، ولكن بأرواح متفرقة. وكنحترموا الاختيارات، كنحترموا الطبائع ديال الناس، وكنصبروا على بعضياتنا. هذا كيشخر، هذا كيهضر بزاف، هذا كيهضر شويه، هذا منفعل، هذا ثقيل، هذا دغيا مندمج دغيا كيدير علاقات، هذا محدود شويه. كنحاولوا ندوبوا في بعضياتنا، ما نديروش على بعضياتنا بزاف. وطبعا السفر له مقاصد، له غايات. النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن لما ماتت خديجة رضي الله عنها ومات عمه أبو طالب على الكفر، حزن رسول الله وقلق واشتد به الحزن، فأخذه إلى رحلة الإسراء والمعراج. فقال لك العلماء منهم ابن القيم في الطب النبوي أن السفر يزيل الكرب وينفس الضيق ويرفع الروح ويسمو بها. يعني الإنسان من يشوف راسه مقلق ولا مغير ولا معصب ولا هذا، يسافر أفضل، كيرجع بروح جديدة. وحاولوا إن شاء الله لما تكونوا جايين ديروا واحد التقييم، ديروا واحد التقييم السفر. شي ديما كنديروا أنا مع الأصدقاء، مع وليداتي اللي كنسافر معاهم، نكونوا راجعين من السفر كنديروا واحد التقييم، واحد ليفالياسيون ديال السفر. شنو استفدنا، شنو ما استفدناش، شنو الاخطاء اللي درنا وكنا نتفاداوها، شنو الاخطاء اللي درنا ما نعاودوش نديروها، شنو الامور الطاعات اللي تزادت عندنا في هذا السفر، وشنو الامور اللي في الحقيقه اكتشفنا جديده. دائما كيكون عندنا واحد التقييم باش يكون سفر لله وابتغاء مرضات الله. وتقبل الله سفركم وشقاكم وتعبكم، ونطلب الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم جميعا. هذا ما جاد به الوقت، وفقكم الله.